تعليق. واحد الدعوة الخير للأخت رجوى الساهلي، الله يفرجها عليها يا ربي والله يطلق سراحها وتخرج إن شاء الله عند وليداتها. المهم كانت وصلتني واحد المعلومة من عند واحد لاباج بلا ما نقول لكم الاسم ديالها في الانستغرام، حتى هي كتعرف رجوة وحتى هي كتواصل معاها وكل شيء. المهم هاد الباج كانت قالت لي بأن السيدة عليها شيكات ديال القيمة ديالهم 120 مليون. داكشي علاش قلت لكم انا راه 120 مليون. 120 مليون صراحة مبلغ اللي هو كبير بزاف، سمعتوا؟ المهم منين درت انا الفيديو تواصلت معايا واحد السيده اللي تواصلت معايا قريبه من رجوه، وهي من الفانز ديالها، يعني عندها واحد الباج حتى هي وكتحط التصاور ديالها وعندها تواصل مع رجوه شخصيا ومع العائله ديال رجوه وكتعرفها بزاف. المهم السيده تواصلت معايا اكسبتيتها في الانستغرام، قالت لي على المبلغ اللي كيتسالها، يعني القيمه ديال 24 مليون فقط، ماشي 120 مليون، 24 مليون. وهما ثلاثه ديال الشيكات بالقيمه ديالهم 24 مليون. يعني الا تخلصات هاد 24 مليون فهي غادي تخرج، سمعتوا؟ صراحه وهاد الباج هادي راه تاهي علنات على هاد الخبر وقالت بان راه المبلغ 24 مليون فقط. قريت بعض التعاليق قالك زعما 24 مليون ماشي شي مبلغ كبير، كان بامكانها انها تخلصها، كان بامكانها انها هادي. المهم انا تواصلت مع هاد السيده هادي، قلت لها دابا مي قالت لي هاد الشيء هذا، قالت لي راه المهم السيده كتعرف حتى اختها، راه عندها اختها، قالت لك اختها من الام ديالها اللي ولداتها ماشي اللي رباتها، قالك راه عندها الام ديالها اللي ولداتها راه كتعرفها، وعندها واحد اختها من الام ديالها ومع بعضياتهم في الحاله المدنيه، سمعتوا؟ وهي هاد اختها هادي قالت لك هي اللي دابا كتواصل مع المحامي، وهي اللي هادي باش كتشوف هذا. دابا هاد السيده قلت لها شوفي انا جيني دابا من الاخر قولي لي انا دابا كيفاش غادي انا باغا نساعد، بغيت نساعد انا هاد السيده هادي، ونوجه نداء للفنانين والمؤثرين الخش باشتراك الهايشمايش ديال الانستغرام. هذه مؤثره زميله ديالهم، يعني الى كل شيء تعاون كل شيء باش ما كتب الله اللي سخى الله باللي سخى الله راه غيعاونوا هذيك السيده. انا طبعا ما غنتحملش المسؤوليه، فهمتوا؟ انا ما غنتحملش المسؤوليه. قلت لي انا بحال دابا تقولي لي فين نصيفط، انا واحد الخير غنديرو هذاك بيني وبين اللي خلقني، ما غادي، فهمتوني؟ هذيك قول لكم نتوما، حيت ديك النهار كتبوا لي المتبعين قالوا لي حنا بغينا نساعدوها، فين ممكن اننا نساعدو؟ مي قلت السيده دابا كيفاش نساعدوها؟ قالت لي بلاتي صبري، كنتسنى واحد الخبر، يعني على حسب ما فهمت قالك زعما ممكن تخرج في حاله صراح، وديك الساعات ملي تخرج هي تخلص تأدي هاد الشيء اللي عليها، لان اصحاب الشيكات ما عندهم ما يديروا بالحبس ديالها، هما خاصهم الفلوس ديالهم. واش فهمتوا المشكله دابا ديال الشيكات؟ واخا ضرب الحبس كيبقاو تابعينا، يعني تخرج وخاصها تخلصهم، الا ما خلصاتهمش غادي يعاودوا يدفعوهم لها، واش فهمتوا؟ اذا السيده قالت لي بلاتي نشوفوا الا صدقات واحد القضيه زعما تخرج بصراحه وهذا. قالت لي الا صدقات واحد القضيه راه هي غتواصل معاك شخصيا، ما صدقاتش هاد القضيه هادي ديك الساعات انا غادي نشوف نعطيك الرقم ديال اختها ولا هادي، وديك الساعات اللي بغيتو ديروه. واش فهمتوني؟ انا اللي ما نكذبش عليكم، انا اللي خلاني ما عرفتش جاتني شي حاجه غريبه، ان السيده عليها 24 مليون وكان بامكانها انها يعني من خلال ستوريات، طبعا عندها المتتبعين ديالها عائلتها الثانيه، عندها الزميلات ديالها في الوسط، لا في الفني ولا في هاد الخش باش ديال الانستغرام صحاب الاشهارات، يعني كان المبلغ غيتجمع عليها وكانت غتفادى هاد المشاكل كامله وهاد الاعتقال وهاد كل شيء وتخلص الشيكات اللي عليها. واش فهمتوا؟ يعني انا هادشي اللي جاني غريب، علاش خلاتهم حتى يعتقلوها؟ وسيرتو هي ما عندهاش الا شد لها دوك الوليدات، وليداتها باقيين صغار وباقيين يعني محتاجين ليها، علاش هي تخليهم حيت هي كانت روشيرشي وهي كتعرف راسها روشيرشي. واش فهمتوا؟ هي كانت روشيرشي وعارفه راسها روشيرشي، مي كانت عارفه راسها روشيرشي ديك الساعات كان خصها انها ديباني. المهم قريت بعض التعاليق قال لك سيدي كيفاش وهي والمشاريع وكذا والطوموبيل وكذا وكذا الفلوس وكذا. شوفوا دابا غادي نقول لكم حقائق غتعرفوهم. الاشهارات ما بقاوش واكلين،
انا راه عندي صحاباتي عندهم الانستغرام مؤثرات ومعروفات وكيديروا الاشهارات، وهضرت معاهم في هذه القضيه هذه وفي بزاف ديال الحوايج وعاودوا ليا وكل شيء، ما بقاوش كيعطيو الكاش. بحال دابا شي وحده بغات تصايب مثلا الصالون سيجور هذه، وي الا عندها الرسوم منافسه قليله، كانوا العدد ديال المؤثرين في الانستغرام كيتعدوا على رؤوس الاصابع. دابا كثروا لي باج وكثروا اصحاب الصفحات الكبار، وشي كيطيح السوق على شي. وملي كنمشي انا مثلا عندي واحد المنتج بغيت ندير ليه الاشهار البيبليسيتي، غادي نمشي مثلا غنمشي عند بيوطي، غطلب ليا مثلا مليون، غادي نمشي نجرب عند الاخرى غتقول لي مثلا 7000 درهم، نمشي نجرب عند الاخرى غتقول لي مثلا 5000 درهم. يعني كتبقاي تدوري تقلبي بحال غتشري واحد السلعه، بحال غتشري مثلا البطاطا، غتسولي مول الحانوت غتقول لي بشحال البطاطا، غيقول لك 10 دراهم مثلا. كتبقاي يعني تشطري معاه، وكتمشي تشوفي الاخر والاخر والاخر والاخر. بحال غتشري مثلا عاوتاني الذهب، كتمشي عند مول الحانوت هذا وهذا وهذا وهذا. بحال غتشري شي دار، كتشوفي هاد الدار وهاد الدار وهاد الدار، باش ما تقول بيش. راه هكا باش خدامين. دابا انا كنقول لكم شي حوايج اللي نتوما ما كتعرفوهمش. كان ابوك صالحا، كانوا كيطلبوا الاموال الطائله، وكانوا كيطلبوا مليون الاشهار، وكيطلبوا 2 ديال المليون. دابا ما بقاش. دابا الاغلبيه ديال المؤثرين رجعوا دايرين ماركات ديالهم كيروجوا لهم. كاين اللي كتقول لك هاد الماركه ديالي وكتروج ليها وكتبيع يعني بوجه مكشوف بان هذاك المنتج راه ديالها. وكاين اللي كتنشر لكم واحد المنتج على اساس انه كولاب، وهو ماشي كولاب، هو ديالها، ولكن ما كتقولش انه ديالها. تفا ديال المشاكل، شي واحد تقول لك هذه ما جاتش معايا ولا كذا ولا كذا، تقول لكم انا غير درت الاشهار. واش فهمتوني؟ المهم كيتخباو من مورا لي كولابوراسيون. علاش؟ لان دابا هاد القضيه ديال الاشهار ترجع للانستغرام. الانستغرام كيدير الاشهار. مثلا كتدخلي الانستغرام ولا التيك توك، كيطلع لك مثلا شي منتج مكتوب عليه سبونسوريزي، هذاك راه مخلص صاحب المنتج، مخلص الانستغرام او التيك توك او يوتيوب او الفيسبوك، مخلص باش انت يطلع لك هذاك البرودوي، يعني وبثمن اقل جدا، اقل جدا. واش فهمتوني؟ داكشي علاش هادو دابا ديال الصفحات، وانتم عارفين بان الانستغرام ما كيخلصش على الفيديوهات وعلى الستوريات وداكشي، غير بغا دير الاشهار. دونك الاشهارات قللوا بزاف. وحتى هاد الناس اللي كانوا كيطلبوا 2 المليون ومليون ومليون ونص طيحوا الثمن، رجعوا هما كيمشيو يطلبوا ويرغبوا باش يديروا الاشهارات للناس. فهمتوا؟ ما عدا الناس اللي كيبيعوا ويشريو، بحال دابا مثلا رجوه. يعني هاد العام هذا السيده عندها 2 ديال البوتيكات ديالها، وبقات كتبيع وكتشري وتسدد هاد الديون هادو. علاش هي اصلا تجمعوا عليها الديون؟ علاش؟ لان السيده ما يوقع عليها المشكل وديبريمات ومرضات وسدات عليها، صافي ما مشاتش، يعني دات داك الشيء اللي خاصها تاديه من خلاص داك الناس اللي كيتسالوها، وديك الساعه تجلس. لا، بقات جالسه ومخليه الديون، والناس شيكات كيتسناو في الاخر دفعوا ليها الشيكات. واش فهمتوا؟ دابا هاد السيده هادي مولات لاباج قالت لي انا ما نتحملش المسؤوليه. هي كتدافع عليها وكتدافع عليها بشراسه، ودائما كدير لي بوست ديالها وكدعاء وكذا، ولكن هي عاوتاني ما بغاش تتحمل المسؤوليه. قالت لك اختي انايا بلاتي انا كنشوف مع العائله ديالها، نعطيك انا الرقم، ديك الساعه تواصلي معاهم مباشره، وديك الساعات الواحد يساعدها. واش فهمتوا؟ لان هادشي راكم عارفين هادشي فيه المشاكل، كتبغي ديري الخير كيرجع لك بوم زوي. فهمتوني؟ مازال كون كان العائله ديالها حطوا مثلا شي رقم ديال الحساب، انا ما نقولهاش كاع، ما نقولهاش. صافي بيني وبين نفسي ما يسيق لي حتى واحد الخبر. واش فهمتوا؟ ولكن دابا السيده قالت لك بان العائله ديالها وكذا وبلاتي وحكا والمحامي وعندها واحد اختها. واش فهمتوني؟ يعني داكشي مع الناس ما عارفينش فين لمن غادي يساعدوا، فين غادي يصيفطوا، وكل واحد كيخاف على راسو. هاد السيده قالت انا ما نتكلفش، انا براسي ما نتكلفش. فهمتوا؟ انا براسي ما نتكلفش. ما حاجه وحده اللي نقدر نقول للناس زعما اللي بغيتو تساعدوها ساعدوها. راه اختها مثلا راه عائلتها ندير ستوري في الانستغرام ستوري ديالي كيشوفوه الفنانين وكيشوفوه المؤثرين، غادي ندير ونقول لهم عاونوا السيده الزميله ديالكم، انا هادشي اللي نقدر نعاونها به. واش فهمتوا؟ ولكن باش ندير الصينيه ولا نجمع ونقول لكم صيفطوا لهادي وهادي، غدا يطلع لي شي حد من الاعداء ما كيحملنيش يقول لي ديك السيده اللي كنتو كتصيفطوا لها الفلوس ماشي اختها، هذيك راه من الطرف ديالك نتيا. واش فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ هذيك راه من الطرف ديالك، وسيروا حيدوها لي من فمه. يلا نعطيكم مثلا انا النمره ديال اختها، نقول لكم صيفطوا مثلا الفلوس لاختها، يطلع شي حد باغي فيا خدمه يقول لك هذيك راه ماشي اختها، هذيك اختك انتي، هذيك بنت خالتك، هذيك بنت عمك، هذيك بنت جدك.
وبالعاني درتي بحال هكا كتجمعوا على، فهمتوني؟ يعني هادشي فيه المشاكل. هي كانت عندها فرصه، ما عرفتش انا علاش ما استغلاتهاش. كان بامكانها ستوري واحد، حيت السيده قالت لي دابا تخرج وتهضر معك شخصيا. هي علاش ما دارش ستوريات؟ الكونت ديالها مليوني، الكونت ديالها مليوني. واش فهمتوا؟ علاش ما دارتش هي ستوريات؟ كاينين بزاف الناس كنقرا، انا كنقرا التعليق بزاف، قال لك الفيلا والطوموبيل وداك الشيء. راه اش غادي نقول لكم؟ راه ديجا هضرنا في هذا الموضوع وديجا قلتها لكم. راه شوفوا الشيء هذوك الخوش بيج ديال الانستغرام، راه بالربا. راه البارح شدوا واحد السيده، انا بعدا ما عرفتش شكون، قسما بالله الا تصدمت. ما تعطيوهاش ليها. عرفتي ما تعطيوهاش ليها؟ ما تعطيوهاش ليها. اللي شدوها ب6 كيلو ديال الكوكايين في مطار ابو ظبي. هذيك راه مشات فيها، هذيك مشات فيها. تواصلوا معايا الناس من الامارات قالوا لي هذيك اقل هي الاعدام، هي تأبيده. قالوا لي شنو هي 5 كيلو ديال الكوكايين يحصلها في الامارات. والسيده راه ماشي اول مره، السيده باينه فيها ماشي اول مره. السيده كتمشيو كدي مع العائله، وهي السيده راه كلاس. سمعتوني؟ السيده راه من صحاب هذوك الهوزي. السيده كلاس وكدي العائله ديالها، وزعما هما زعما راه غاديين اون فامي فاكونس، وفي نفس الوقت تجاره وهذه. ولكن قالك صياد النعامه كيلقاها صياد النعامه كيلقاها. الناس قالوا لي كيفاش ما حصلاتش في المطار محمد الخامس. وراه قلت لكم السيده راه ماشي اول مره، يعني راه دوزت حتى عليهم هما. بعض المرات كيشوف بنادم اون فامي ولا هادي، هي اصلا ما تعطيهاش ليها. بعض المرات راه ما يقلبوكش. واش فهمتوني؟ ولكن نهار تحصلي الصياد النعامه يلقاها. المهم الناس اللي تواصلوا معي انا من الامارات قالوا لي شوفي هذه اقل شيء تأبيد مؤبد الا ما عدموش، لان قالوا لي شنو هي 5 كيلو. الناس راه مشاو فيها. عاد مشات فيها واحد المغربي قال لك ب 30 عام ديال الحبس، صيدها مصري بوالو. عشني بوالو غا جاتهم تبرقيقه على ان السيده كيستعملها الاخر، كتمشي يعني تبزنس في الملاهي الليليه، كتبيع مثلا طريفات. يعني داكشي قليل. يعني بامكانك انك تقولي لهم هذا ماشي تجاره. لقاو عندها واحد شي حاجه صغيره، هذه ماشي تجاره، هذه انا كنستعمل. والو عطاوها 30 عام ديال الحبس. عاد 5 قالوا لي 5 كيلو قالوا لي ديال الكوكايين. قالوا لي راه كارثه، راه كارثه. قالوا لي عمرها ما وقعت في الامارات، راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف. راه الناس اللي كيعرفوها كلهم مصدومين، كلهم مصدومين. هادوك دابا اللي كتشوفوهم دايرين لاباس في الانستغرام، شوفوا انا نقول لكم واش كيديروا لاباس. النصب والاحتيال. الا ما كانش هاد المخدرات بحال خيتي، النصب والاحتيال. مازال خيتي راه قال لك باه لاباس عليه، وعنده العقارات، عندها مصنع حتى هي، عندها المصانع، وعندها. المهم ما علينا. قلت لكم هاد صحاب الانستغرام باش كيديروا الفلوس. هادوك واحد النوع ديال الاشهارات كيقول لك خدمي من دارك، اجي خدمي من دارك. هادو تما في دابا رجعوا كيضربوا الضربه ديالهم. ما داكشي ديال الكريم هادي داكشي مابقاش واكل. دابا كيجيو يقول لك اجي خدمي من دارك. كيمشيو عارفين بان بزاف ديال الناس اللي متبعين السوشيال ميديا الناس ربات البيوت، وحتى وحده ما كرهت انها تخدم وهي في دارها. فكيقول لكم اجي هنا، اجي كذا، اجي كذا، اجي كذا، اجي خدمي من دارك. هذا كله نصب واحتيال. هما راهم خالصين شادين فلوس صحاح على هذا الشيء هذا. اولا دوك اللي كيديروا الاشهارات على التداول بالعملات حتى هو نصب واحتيال. يعني هذوك الناس كيديروا الفلوس بطرق اخرى، ماشي بالاشهارات، ماشي بالادسنس، ماشي واش فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ هادشي بالقوالب. هادشي اللي كاين اخواني اخواتي. اما حتى الاشهارات مات لهم الحوت، لان الانستغرام اللي هما كيديروا فيه الكولابوراسيون رجع براسو كيدير هو الاشهارات، وكيمشيو الناس كيعطيوه الفلوس وكي سبونسوريزي لهم الاشهار، يعني الاشهارات ديالهم، وكيطلعوا للناس بلا صداع الراس. واش فهمتوا اخواني اخواتي؟ بقى لا اشهارات لا اشهارات لا والو، مات لهم الحوت. انا قلت لكم الناس كيهضروا معايا، ناس عندهم دي باج قالوا لي اختي راه حنا كنشو الدبان. ما بقاش قالت لي ديك الاشهارات وداكشي والو 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 والو. وهذوك الاشهارات ديال الفراش وداكشي بحال كان كيدير رضا ولد الشينويه، هذوك كياخذوهم فابور. بحال دابا شفتوا مثلا شي صالون مغربي، شي سيجور، شي هذا وي
باش كيكون الروتور كيمشيو الناس عاوتاني يفرشوا هذاك السيد كيتعامل معاك، كيفرش لك مثلا الصالون ديالك، كديري ليه انت الاشهار، كيجيو الناس من المتبعين ديالو كيعجبهم مثلا الصالون ديالك، عجبهم بزاف، كيكون داير لك واحد يعني واحد الروميز بخصوص، كيقول لك الا جيتي من الطرف الاخرى، ولا هذيك اللي كدير لكم الاشهار كتقول لكم سيروا، الا جيتو من طرفي راه غيدير لكم واحد الغميز، وهذه هذيك الساعات راه كينقص لكم وكيمشيو بزاف، كيكون الروتور. واش فهمتوني؟ هادشي واش خدام. اما الفلوس الكاش مبقاوش كيعطيو، مبقاوش كيعطيو الفلوس والو، كيدير عليكم الكذاب. هذه هي الحقيقه. اذا رجوه، رجوه اش غادي نقول لكم، رجوه حتى هي اثروا عليها هذوك صحاب الفيلات، صدقات حتى هي غا كاريه. الانسان، انا ضد ان الانسان يمشي يكري فيلا فيها لا بيسين، لا، الا بغيت الفيلا فيها لا بيسين تكون ديالي نشريها، وي، ما باش نتبوزق بها ونتسمى انا عايشه في فيلا. قال لك المكسب بحوايج الناس عريان، الدار اللي كنت ساكنه فيها فروش نوار مالها. الانسان يمشي يلبس، قال لك البس قدك يواتيك، علاش نمشي نخرج انا طوموبيل كريدي؟ الربا راه كتخرج. الطوموبيل اللي شاريه هي راه شاريه مسكينه غير بالكريدي، رجوه راه ما شاريش الطوموبيل كاش. سمعتوني؟ راه الناس كيقولوا لي لا باينه فيها لاباس عليها، لا، المظاهر خداعه، الله يهديكم، المظاهر خداعه خوتي.